مرحبا بكم مجددا. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. في فيديو اليوم سنتحدث عن كيف يتم إعداد برنامج سياحي احترافي داخل الشركات السياحية الحديثة، وما هي المراحل الحقيقية التي تمر بها الرحلة منذ لحظة تواصل العميل وحتى عودته من السفر. وسنتعرف أيضاً على أسرار بناء البرامج السياحية الناجحة، وكيف تفكر الشركات الاحترافية في تنظيم الرحلات والتسعير وإدارة التجربة السياحية بشكل متكامل. لذلك، إذا كنتم مهتمين بمجال السياحة والسفر أو ترغبون بتطوير أنفسكم داخل هذا القطاع، فهذا الفيديو سيعطيكم تصوراً احترافياً وواقعياً عن طريقة العمل داخل الشركات السياحية الحديثة. والآن لنبدأ. إعداد برنامج سياحي احترافي لا يعني فقط حجز فندق ومواصلات، بل هو بناء تجربة كاملة تبدأ من لحظة تفكير العميل بالسفر وتنتهي بعودته وهو يحمل انطباعاً استثنائياً. إعداد برنامج سياحي احترافي لا يعني فقط حجز فندق ومواصلات، بل هو بناء تجربة كاملة تبدأ من لحظة تفكير العميل بالسفر وتنتهي بعودته وهو يحمل انطباعاً استثنائياً. فالبرنامج السياحي الاحترافي يجمع بين التخطيط الذكي وفهم نفسية العميل وإدارة الوقت والتسعير والتنسيق اللوجستي وإدارة الطوارئ، إضافة إلى مهارات التسويق والإقناع. وسأشرح لكم العملية كاملة وكأنكم تعملون داخل شركة سياحية احترافية. أولاً، ما هو البرنامج السياحي؟ البرنامج السياحي هو خطة منظمة تتضمن جميع تفاصيل رحلة العميل، مثل الوجهة ومدة السفر والفنادق والمواصلات والأنشطة والجولات والمطاعم والميزانية والمواعيد والخدمات الإضافية، ويقدم للعميل بشكل مرتب وواضح واحترافي. أما أنواع البرامج السياحية فهي تنقسم إلى عدة أنواع رئيسية. أولاً، البرنامج الفردي أو FIT، والمخصص لشخص أو عائلة خاصة، ويمتاز بالمرونة والخصوصية والتخصيص العالي، لكنه يحتاج إلى اهتمام كبير بالتفاصيل وخدمة شخصية قوية. ثانياً، البرامج الجماعية أو الجروب تورز، وهي مخصصة للجروبات السياحية، وتمتاز بتكلفة أقل وتنظيم جماعي وجدول ثابت، لكنها تحتاج إلى إدارة دقيقة وقائد جروب محترف. ثالثاً، البرامج الفاخرة Luxury، والمخصصة لعملاء VIP، وتشمل فنادق 5 نجوم وسيارات خاصة وتجارب حصرية، وأحياناً يخوت أو طائرات خاصة. أما البرامج الاقتصادية فهي تركز على تقليل التكلفة واستغلال الميزانية بأفضل شكل ممكن. الآن ننتقل إلى المراحل الاحترافية لإعداد البرنامج السياحي. المرحلة الأولى، وهي أهم مرحلة على الإطلاق، فهم العميل. فالموظف المحترف لا يبدأ بالحجز مباشرة، بل يبدأ بتحليل العميل أولاً، ويجب معرفة عدد الأشخاص والأعمار والجنسية وتاريخ السفر ومدة الرحلة والميزانية، ثم فهم الهدف الحقيقي من الرحلة، هل هي للاستجمام أم شهر عسل أم مغامرات أم تسوق أم علاج أم رحلة عائلية أو شبابية. كما يجب فهم شخصية العميل، هل يحب الهدوء أم الفخامة أم الطبيعة أم الأنشطة أم الحياة الليلية أم الأماكن التاريخية أم التصوير. فهذه التفاصيل تغير البرنامج بالكامل. بعد ذلك تأتي مرحلة اختيار الوجهة المناسبة. الموظف المحترف لا يختار الوجهة بشكل عشوائي، بل يربط بين ميزانية العميل والموسم والطقس والتأشيرة واهتمامات العميل. فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل يمتلك ميزانية متوسطة ويحب الطبيعة ويريد رحلة شهر عسل لمدة 7 أيام، فقد تكون جورجيا أو أذربيجان أو البوسنة أو تركيا خيارات مثالية، بينما قد تكون سويسرا أعلى من ميزانيته. ثم تأتي مرحلة دراسة الموسم والتوقيت، فالموسم يؤثر بشكل مباشر على الأسعار والازدحام وجودة التجربة وحتى الطقس.
ففي المواسم المرتفعة مثل الصيف والأعياد ورأس السنة تكون الأسعار أعلى، أما المواسم المنخفضة فتمتاز بأسعار أقل وهدوء أكبر، لكن بعض الأنشطة قد تكون مغلقة. بعد ذلك نصل إلى أهم مهارة في السياحة، وهي تصميم خط السير أو الitinerary. فالبرنامج الاحترافي يجب أن يكون منطقياً ومريحاً ومتوازناً وغير مرهق. فعلى سبيل المثال، اليوم الأول يجب أن يكون خفيفاً، مثل استقبال من المطار ثم دخول الفندق وجولة قريبة وعشاء هادئ، وليس برنامجاً مزدحماً بعد رحلة طيران طويلة. كما يجب توزيع الأنشطة بذكاء وجمع الأماكن القريبة في يوم واحد، مع مراعاة الطاقة البشرية وعدم إرهاق العميل بتنقلات طويلة أو نشاطات مرهقة يومياً. ثم تأتي مرحلة اختيار الفنادق. الفندق ليس مجرد مكان للنوم، بل جزء أساسي من التجربة، ويجب اختيار الفندق بناء على الموقع وتقييمات النزلاء وقرب الخدمات ونوع العميل نفسه. فالعائلات تحتاج غرفاً واسعة، والشباب يفضلون المواقع الحيوية، أما رحلات شهر العسل فتحتاج خصوصية وإطلالات مميزة. بعد ذلك تأتي مرحلة تنظيم المواصلات، وتشمل استقبال المطار والتنقلات اليومية والرحلات الداخلية والقطارات والطيران الداخلي. والاحتراف هنا يكون في تقليل الوقت الضائع واختيار السيارة المناسبة ووجود خطط بديلة في حال تأخر الرحلات أو تغير الطقس أو الازدحام. ثم نصل إلى مرحلة إضافة الأنشطة والتجارب، وهنا يتحول البرنامج من عادي إلى مميز. فالأنشطة قد تشمل جولات طبيعية ورحلات بحرية ومغامرات ومطاعم مميزة وعروضاً فنية وجلسات تصوير. لكن السر الاحترافي ليس في كثرة الأنشطة، بل في اختيار تجارب تناسب شخصية العميل. بعد ذلك تأتي مرحلة التسعير الاحترافي، فالتسعير يشمل تكاليف الفنادق والمواصلات والطيران والأنشطة والضرائب، إضافة إلى التكاليف التشغيلية مثل الرواتب والتسويق والعمولات والطوارئ. ويجب أن يكون هامش الربح مدروساً بعناية، بحيث لا يكون مرتفعاً جداً ولا منخفضاً يضر بالشركة. ثم تأتي مرحلة كتابة البرنامج بطريقة احترافية، فطريقة عرض البرنامج تؤثر بشكل مباشر على قرار العميل. ويجب أن يحتوي البرنامج على صفحة ترحيبية ووصف جذاب للرحلة وجدول يومي واضح، مع توضيح الخدمات المشمولة وغير المشمولة. بعد ذلك تأتي مرحلة إدارة الطوارئ، فالشركات الاحترافية تضع دائماً خططاً بديلة لحالات مثل إلغاء الرحلات وفقدان الحقائب والمرض وتغير الطقس ومشاكل الفنادق. لذلك يجب وجود دعم متواصل وأرقام طوارئ وموردين موثوقين وخطط بديلة جاهزة دائماً. أما أهم المهارات المطلوبة لإعداد برامج احترافية فهي التخطيط والتنظيم، وإدارة الوقت، والتفاوض، ومهارات البيع والإقناع، وفهم نفسية العميل، وسرعة حل المشكلات. أما الأنظمة والبرامج المستخدمة في الشركات السياحية فتشمل أنظمة الحجز مثل أماديوس وغاليليو وسيبر، إضافة إلى أنظمة إدارة العملاء CRM، وبرامج تصميم البرامج السياحية مثل كانفا وباوربوينت ونوشن، وأدوات إدارة الفرق مثل تريلو وكليك أب وأسانا. ومن أهم أسرار الشركات السياحية الناجحة بيع التجربة وليس الرحلة فقط. فالعميل لا يشتري فندقاً أو تذكرة فحسب، بل يشتري مشاعر وذكريات وتجربة متكاملة. كما أن التفاصيل الصغيرة تصنع فرقاً كبيراً، مثل رسالة ترحيب أو هدية بسيطة أو متابعة العميل بعد عودته. وأخيراً، هناك أخطاء قاتلة يجب تجنبها، مثل ازدحام الجدول وعدم دراسة المسافات وفنادق سيئة وتجاهل الطقس وضعف التواصل مع العميل والتسيير العشوائي. ولكي تصبح محترفاً فعلاً في هذا المجال،
ابدأ بدراسة الوجهات السياحية بعمق، وتعلم التسعير وفهم سلوك العملاء، وإتقان أنظمة الحجز والتدريب العملي المستمر. وفي النهاية، البرنامج السياحي الاحترافي هو فن وإدارة وتسويق وتنظيم وفهم إنساني. وكلما استطعت فهم العميل وتنظيم الوقت وتقديم تجربة مريحة ومبهرة، أصبحت أقرب لأن تكون صانع تجارب سياحية احترافي وليس مجرد موظف حجوزات. ولا تنسوا الاشتراك ومتابعة الحساب لمزيد من الفيديوهات التأهيلية والمحتوى الاحترافي في عالم السياحة والإدارة الحديثة.